رقم 2، الخريطة ليست هي المنطقة. يعني ايه الخريطة ليست هي المنطقة؟ منتهى البساطة خالص. كام مرة كده حصل ان انت كنت عايز تسافر مكان وخدت رأي حد فقال لك يا المكان ده عظيم او الاوتيل ده عظيم مثلا، وجيت تروح او تسافر لقيت ايه؟ لقيت المكان وحش، الاوتيل مش حلو، مفهوش مثلا كيدز اريا للاطفال. ايه اللي بيحصل؟ تبقى اجازة مش مبسوط فيها، رحت وتعبت مش مبسوط فيها. طب ده بيحصل ليه؟ ده بيحصل لكل واحد فينا عنده جوه دماغه خريطة. كل واحد فينا عنده دماغه خريطة. الخريطة دي اتكونت بناء عن تجاربنا الشخصية. فأنا دايما لما باجي أحكم على الحاجة بحكم من خريطتي. فأنا خريطتي مختلفة عن خريطتك، عن خريطة أختي، عن خريطة أخويا، عن خريطة كذا. فأنا مثلا خريطتي أنا الأوتيل ممكن يبقى حلو لو في كيدز اريا، فأنا رحت الأوتيل لقيت فيه كيدز اريا فخلاص بالنسبة لي ده أوتيل جميل. فلما حد يسألني على الأوتيل ده جميل روحوه. ممكن يبقى حد تاني خريطته ان اهم حاجة الاكل في الاوتيل يبقى حلو. فاذا انا رحت الاوتيل لقيت الاكل فيه حلو، فبس قلت بقى لا يا جماعة الاوتيل ده فظيع، ده فيه اكل فظيع، اكله حلو بتاعه واوتيل حلو. طيب فاذا انا لما حد يجي يسألني اقول له لا ده الاوتيل ده جميل. ممكن انا بقول عشان انا بقول من النضارة بتاعتي، احنا كل واحد عنده النضارة بتاعته. فانا بقول لان انا شفت ده، انا بقول لان انا شفت الاكل مثلا حلو، فبالتالي قلت الاوتيل حلو. حد تاني راح لقى الخدمه مش حلوه، هو اهم حاجه عنده بالنسبه له الخدمه. طب ده ياخدنا لايه؟ ده ياخدنا ان انت دايما تعرف ان كل واحد بيحكم على الامور من نظارته، من خريطته. والخريطه في الاغلب مش ما بتكونش هي الواقع، بتكون جزء من الواقع، جزء وليس الواقع. فاللي بيشوف الاوتيل حلو عشان الاكل، في غيره شايفين الاوتيل وحش عشان الخدمة، عشان الاطفال، عشان البسين، عشان حاجات تانية كتير. فده ياخدنا لايه؟ لما دايما نيجي ناخد قرار ما ناخدش قرار بناء عن واحد بس بيقول لنا معلومة، دايما نجمع اكتر من معلومة. دايما نشتغل ان احنا نبقى فاهمين ان كل واحد بيبص من نظارة. فلما اجي اقيم حاجة ما بصش من نظارة واحدة، ابص من نظارة واتنين وتلاتة. ما خدش رأي حد ان هو حقيقة مسلمة. الحقائق كلها معروفة، 1 2 3 4، ان الشمس بتطلع من الشرق وبتغرب من الغرب، دي حقيقة. لكن ما دون ذلك فهو بيخضع للنضارة الشخصية بتاعتك، للخريطة الشخصية. وكأننا كل واحد بيبدأ يحط تجربته وخبراته الشخصية على الحاجة، فبيكلمك بنضارته. فمهم جدا ان احنا نفهم ان الخريطة ليست هي المنطقة، ان وجهة نظر الشخص اللي بيتكلم ممكن ما تكونش هي الحقيقة كاملة. فلما بيجيلي مثلا، وده بيفيدنا في ايه في الكوتشنج، لما بيجيلي ست تتكلم، تقعد تتكلم عن وجوزي بيعمل فيا وجوزي لا وهو وحش وكذا 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 وكذا، انا ما بقولش ان احنا هنكدبها، ولكن ممكن يكون ده جزء من الحقيقة. ممكن لما تقعدي حضرتك ككوتش علاقات او لما تقعدي ككوتش مع الزوج تلاقي بيقول حاجات تانية مختلفة، فتفهمي ان هي بتحكي من نظارتها، من خريطتها، وهو بيحكي من خريطته، ومحتاجين نقرب الخريطتين. طيب فدي تاني حاجة في الفرضيات. تالت حاجة في الفرضيات وهي سهلة قوي، ليس هناك فشل بل توجد نتائج وخبرات. مفيش حاجة اسمها فشل عندنا في البرمجة، مفيش حاجة اسمها فشل. الناس الناجحة في حياتها اللي عايزة تبقى حياتها أحسن ما عندهاش كلمة فشل، في حاجة اسمها نتائج وخبرات. يعني إيه؟ يعني أنا كهند لما بعمل حاجة وما نجحش فيها، خدوا بالكم بقول ما نجحش فيها، فبدور على طريقة تانية، بقول لنفسي إن الطريقة دي مش أنسب طريقة أحلها بيها، بدور على طريقة تانية. يعني احنا عندنا مثلا كلنا عارفين والت ديزني، صح؟ عارفين اكبر مدينة للترفيه في العالم والت ديزني،
مدينة ديزني لاند، صح؟ اللي عملها ديزني. والت ديزني ده لما جه يعمل مدينة الملاهي، أكبر مدينة ملاهي على مستوى العالم كله، عرض المشروع بتاعه على 300 بنك. 300 بنك، يا نهار أبيض! كل مرة يترفض ويقدم في بنك تاني، في بنك تالت، في بنك رابع، في بنك خامس. وأقول لكم حاجة كمان، بعد ما بدأ يشتغل ومشروع الاستثماري، هو شركته أفلست 7 مرات خلال مشوار حياته. ايه ده؟ يعني هو راح لأول بنك، تاني بنك، تالت بنك، رابع بنك، خامس بنك، 10 بنك، لحد 300 بنك. يعني هو أفلس 7 مرات ورجع تاني من أول وجديد، بنى نفسه. ايه الراجل ده؟ هو ما كانش بيحس ان هو فاشل؟ هم اصلا الناس الناجحه ما عندهاش في القاموس بتاع حياتها حاجه اسمها فشل. لما بيقع بيقول دي مجرد خبره، لما بيقع بيقول دي مجرد تجربه عدت عليا. زي كلنا عارفين قصه اديسون والمصباح الكهربي، كان لما حد بيكلمه بيقول له انا كل مره بكتشف حاجه جديده ما بتشتغلش بشيلها عشان اوصل للحل. فخلي دايما في بالك، لا توجد هناك فشل بل يوجد نتائج وخبرات. امتى ممكن ابقى فشلت؟ حالة واحدة بس، لو توقفت على المحاولة. لكن لو حاولت مرة ما وصلتش، واتنين وتلاتة، وغيرت طريقتي، واربعة وخمسة، وغيرت طريقتي، وستة وسبعة وعشرة، طول ما انا بحاول فانا عمري ما بفشل. بعتبر ان دي خبرات بتعدي عليا، انا بستفيد منها وبكسبها. لكن مفيش حاجة اسمها فشل. الفشل بيأتي فقط لما بنتوقف عن المحاولة. طول ما احنا بنحاول، طول ما احنا ناجحين. طول ما احنا بنحاول، طول ما احنا في طريقنا ان احنا نمشي، احنا بنطلع خطوة بخطوة بخطوة بخطوة. فالناس دي الناس الناجحة، ومن الحاجات اللي ممكن تساعدك ان انت يبقى عندك صمود نفسي، ان انت تبقى دايما عارف مفيش حاجة اسمها فشل، في حاجة اسمها نتائج وخبرات. انا اتعلمت خبرة وعديت بنتيجة مش اللي انا عايزها، فبدور على طريقة تانية عشان اوصل النتيجة اللي عايزها. ويمكن دي يعني ممكن اقول، لما تلاقي شخص راح ل 300 بنك عشان يشتغل، وتيجي تلاقي ولد راح يقدم في الشركة عشان يشتغل واترفض، يقولك يا البلد ما فيهاش شغل، ما فيهاش شغل. لا، انت اللي ما عملتش مجهود كفاية عشان تشتغل. انت اللي ما عملتش مجهود كفايه عشان توصل للحلم بتاعك. انت محتاج تجرب مره واثنين وثلاثه وعشرة عشان توصل للحلم بتاعك. طيب،